فوتي على القناية رح تكون من الناحية المناخلية، من ناحية النهر، واللي بده يفوت بيكمل لحاله لحد ما يوصل لسور القلعة. هنيك في قناية تانية بتفوت لجوات القلعة، بس المشكلة إنه في شبك حديد بيقطع القناية من عند السور، من الصعب على بني آدم يدخل منه. لكن شو الحل يا ابو الطيب؟ عند الطرف الشمالي لنفس القناية في مدخل سري بعمق متر، مغمور كله بالمي. يعني اللي بده يفوت على قلعة عن طريق هالقناية بده يحبس أنفاسه حصة طويلة ما؟ ايه يا ابو حاتم، بده يقطع نفسه جوات القناية شي 40 45 متر. لا، هاي صعبة يا ابو الطيب. مو صعبة على اللي ناوي يفوت على القلعة ابو حسن. طيب، يعني إذا الواحد طلع من القناية لوين بيوصل؟ بصير بقناية مستودع مونة مطبخ السجن، وما رح يقدر يطلع من القناية إذا أنا ما فتحت له شبك الحديد الأرضي. الله يعطيك العافية. بس بدنا اياك تعرف لنا وين محبوس ابو عبده، وشلون بدهم يقدروا يطالعوه من الزنزانة. هاي شغلة بسيطة أبو حسن، يا أما محبوس بالأبراج يا أما محبوس بالأرضي. بس إن عرفنا وين محبوس أبو عبده بنقدر نصل لمفاتيح الزنازين، وشيت إنه نوصل لها هي علي أنا. طيب امتى رح تجيب لنا هالمعلومات هاي؟ ما بدنا نتفق بالأول أبو حسن؟ ماشي، شرف معي، شرف معي ابو حاتم. يلا تفضلوا. شيء لك ليش أخذوا على جنب؟ وين راحوا هدول؟ شو بيعرفني؟ معقول بده مصاري؟ لكن بده يشتغل ببلاش. اسألوني إلي عن جماعة القلعة. هو شقفة طباخ بالقلعة كمان بده مصاري؟ هذا اللي مو عاجبك بيعرف كل صغيرة وكبيرة بالقلعة، وفي ناس بيقولوا إنه مشارك ضباط كبار هنيك. مشان هيك أبو حسن طلب منه إنه يساعدنا، لأنه بيعرف إنه رح نقدر نطلع أبو عبده 100%. اوف، 100 ليرة دهب؟ لك انت شو عم تحكي لك ابو الطيب؟ مثل ماني عم اقول لك يا ابو حسن، لا تنسى انه في حصه كبيره رح تروح لمأمور الحبس اللي رح يأمن مفتاح زنزانه ابو عبده. إيه بس هذا المبلغ كبير كبير كتير يا أبو الطيب، ونحن ما رح نقدر نأمنه. ابو الطيب انت لازم تراعينا، بتعرف احوالنا منيح. انتوا عم تدفعوا مصاري مشان تهربوا واحد محكوم اعدام، وانا عم جازف برقبتي هي مشان شويه قروش. شو رقبتي ما لها ثمن قد رقبه ابو عبده؟ ماشي، نحن رح نفكر كيف نأمن لك المبلغ ونرد لك خبر. ايه، وانا عم بستناكم. تسمحوا لي؟ يسرى. شباب قوموا سلموا الطريق. خليك أبو عناد، أنا بسوعه من أمي. شو صار معكم عم يا أبو حاتم؟ مال بده 100 ليرة دهب. طمنا بشوكات، شو اخبار الحاره؟ الحارة تمام التمام عمي أبو حاتم، وخص نص بعد ما أبو النار وجماعته فتحوا السرداب من حارة المسكي، وإن شاء الله ما عاد ينقصنا شيء. طمتني الله طمن بالك يا رب. يعني الفوتة والطلعة على الحارة صارت سهلة. سهل كثير عمي أبو حاتم. شو ابو حاتم، شايفك حابب تفوت على الحاره. اي والله يا ابو حسن، صار لي زمان ما شفت العيال، اشتقت لحاتم. خلص ابو حاتم، روح مع عصام والشباب بيوصلوك لاول الطريق. خلاص عمي أبو حاتم، نترافق سوا وبكرة الفجر بتكون هون. بس دير بالك مليح يا ابو حاتم. ولا يهمك ابو حسن، في رب حامي. معلش يا عمي أبو حاتم، معلش، روح وتوكل على الله. يا أبو شوكات قل لي، شو في أخبار جديدة كمان؟